ليه اليهود مش باقيين على الأسرى؟ فلسطين الأرض المحروقة وكلنا متابعين اللي بيحصل من يوم السبت 7 أكتوبر، الضرب ما بين فلسطين وإسرائيل وربنا ينهيها على ألف خير. رئيس وزراء إسرائيل بنيامين قال إن كل ساحة هتتحول لدمار في فلسطين. بص كده، من وجهة نظرهم إن الأسرى القتيل أفضل ليهم من الأسرى الحي، لكن في حاجة تانية بقى أنا هقول لك عليها. بروتوكول هانيبال بالبلدي كده هو إجراء إسرائيلي لمنع خطف جنوده، وإن عملية الخطف لازم تتوقف بأي وسيلة حتى لو كانت على حساب ضرب بقوتهم. والبروتوكول ده كان على قيد التطوير وخلص الانتهاء منه في سنة 1985 وظهر في أول مرة 2001 واستخدمته إسرائيل أكتر من مرة من سنة 2008 لحد دلوقتي. لكن من الواضح كده إن البروتوكول ده ليه نسختين، النسخة الأولى مكتوبة وكل الخبراء أجمعوا إن هي شديدة السرية، والتانية شفهية مخصصة لقادة الفرق والمستوى الأدنى. وفي سنة 2018 كانت إسرائيل استخدمت البروتوكول ده في أسرى رفح. بس كده، فأنتم من وجهة نظركم شايفين الموضوع ده رايح على فين؟ والسلام عليكم.